بمواصفات مدينة جديدة يتربع القطب الحضري بومنغوش على مساحة 1700 هكتار ويتسع لأكثر من 47 ألف وحدة سكنية مدعمة بمختلف المرافق والتجهيزات العمومية. وكمرحلة أولى في الإنجاز تم الشروع في تجسيد 2000 وحدة سكنية مع الشبكات المختلفة والطرقات على مساحة 137 هكتارا. الأشغال انطلقت في شهر أكتوبر من 2023 على أساس أن تكتمل إن شاء الله قبل 1 نوفمبر 2024. الأشغال راهي مستمرة والمقاولة راهي تعمل بدوام 3 فوائد بدون انقطاع. بعد 4 أشهر من انطلاق الأشغال بدأت تتجسد معالم هذا القطب الحضري بفضل نظام العمل المتواصل خلال ساعات الليل والنهار. بموجب دفاتر الشروط نظام 3 فرق ب8 ساعات لكل فريق. هذا النظام يمكننا أولا من الربح في أجال الإنجاز، حيث فيما يخص هذا المشروع تم تقليص الأجال من 20 شهر إلى 15 شهر. ولاية سمسيل تحصي 13940 وحدة سكنية بجميع السياق باقية للإنجاز. وهذا القطب يمكن استيعاب عدد معتبر من البرامج السكنية بمختلف السياق، قد تصل إلى أكثر من 47 ألف وحدة سكنية وبمختلف التجهيزات العمومية والتجهيزات الجهوية، نذكر منها الجامعة وكذلك الحديقة العمومية وكذلك المسبح الأولمبي والمسجد القطب وعدة تجهيزات. كذلك انطلقنا في مخطط شغل الأراضي رقم 1 الذي يتسع على 137 هكتار. جدير بالذكر أن ولاية تيسنسيلت استفادت من برنامج تكميلي يشمل مختلف القطاعات بما فيها التحسين الحضري. هذا عينة من البرنامج التي تم الانتهاء الأشغال بها، والأشغال راهي متواصلة في 62 موقع، ونسبة الأشغال راهي واصلة حتى ل 60%. هذا البرنامج يمس جميع بلديات الولاية. هي مشاريع حيوية بنظرة استشرافية من شأنها تلبية حاجيات المواطنين وتوفير بيئة سكنية متكاملة.